حياكم الله مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا احنا طولنا فاصل بنشوف المطر ما شاء الله امطار خير وبركه علينا، اللهم لك الحمد. المهم مباراه المغرب والمنتخب المنتخب الاماراتي. سيدي علي، نعم، ما سمعت رايك عن المباراه؟ على كل حال شفنا مقابله في المستوى للامارات والمغرب. شفنا البدايه تاع الامارات واحد 7 دقائق ولا سيه ويستحولوا بالكره، ولكن المغرب عاودوا ولاو لمكانتهم وتحكموا في المقابله من ملي بدات المقابله 10 او 15 دقيقه هما متحكمين في المقابله. لي 3 خطوط هما حاكمين، داو لهم الوسط الملعب المغاربه. في هذه اللي المغاربه عندهم دفاع في المستوى، عندهم وسط الملعب كان في المستوى، والهجوم كيف في الباب تاع الفنيات المغاربه احسن من كانوا في المستوى العالي في المقابله هذه. شفنا الامارات تغلبت عليهم المغرب، خاصه في الشوط الثاني الامارات ما بانتش كاع، قاعده المغرب تلعب كره وحدها. هنايا شفنا زوج مدربين في المستوى اللي هما تاع الامارات وتاع المغرب. تكلمنا في حصه عندها يامات وين تكلمنا قلنا اللاعبين هما اللي يصنعوا المدرب. اليوم في المقابله تاع اليوم شفنا مدرب تاع الامارات في المستوى، ولكن اللاعبين اللي عنده ناقصين اللي كيتمثلهم للمغاربه. المغاربه عندهم مدرب في المستوى تكتيكيا قناع، دار اللي لازم عليه، ولكن الفرق اللي رجعوه احسن، نجمو نقولوا احسن مدرب في هذه المقابله اللي هما اللاعبين المغاربه. اللاعبين المغاربه عندهم مستوى عالي فنيا، اللي 3 خطوط يلعبوا كره جميله ثلاثيه، ما راوغات، رجع الكره للور. الاماراتيين انا ليا المقابله هذه المغاربه هما اللي داروا كل شيء اليوم، والفيشطه كانت من جهتهم، ولهذا انا المغاربه عجبوني كثير، خاصه كان الهدف الثالث اللي كان بطريقه فنيه سجلوه، ولهذا يستاهلوا الفوز، وراح نشوفوا نهائي ان شاء الله في المستوى. تفضل كابتن خالد. وتركي، تفضل كابتن خالد. لما اللاعب يلعب 5 سنوات و6 سنوات برجع لك ويسوي اخطاء بدائيه، تفضل كابتن خالد. انا عندي مجموعه من اللعيبه. مين المسؤول عن اللعيبه دي؟ المدرب. ممكن لاعب عندي اقل في المستوى شويه عن لاعب تاني، ازاي انا عن طريق قدرتي على ان انا المجموعه دي اشتغل عليها واقفل المساحات، هقلل اخطاء الفريق حتى لو عندي لعيب اقل في المستوى. لكن انا لو فتحت المساحات هدي الفريق مثلا اللي انت بتقول عليه خالد ده، هتلاقي الفرصه، هتلاقي واحد اللي قدامه ما بيرجعش معاه او ما بيغطيش معاه، وهو اساسا مش مستوى عالي قوي او كده، فبتدي مساحات للفريق الاخر انه يروح ويعمل اوفرلاب ويعدي ويرفع. لكن انت لو عامل كومباكت وطريقه لعب بتقفل المساحات، وده اللي منجح المنتخب المغربي. انا قلت ان قد يكون هناك افراد في الامارات افضل من لعيبه المغرب، لكن لعيبه المغرب افضل تكتيكيا والتزاما داخل الملعب. اللعيبه المغاربه كانوا ملتزمين جدا بكل كلمه طارق السكتيري بيقولها. لكن انت النهارده هل كل لعيبه الامارات عند فقدان الكره بيرجعوا ورا الكره؟ هل عند فقدان الكرة بيلتزموا بأماكنهم الدفاعية؟ ده يبقى شغل مدرب. المدرب هو اللي بيخلي اللاعب يلتزم ويرجع مكانه ويغطي على المنطقة اللي بيتقدم الخلف. لكن النهاردة الجول الثاني والثالث هتقول لي اصل هم مندفعين، يبقى مش ملتزمين، يبقى انت حطيت منظومه لعيبه هجوميه فقط. لا، كرة القدم هجوم ودفاع. لعب 4-2 هذا اخر 3 دقائق ودفاع. وبالتالي المنتخب المغربي مع مدربه
فريق جماعي لا يعتمد على الفرديه في الاداء، ولكن بيعتمد على اللعب الجماعي، وبالتالي المنتخب المغربي لغايه دلوقتي ما دخلش فيه غير جون واحد. المنتخب المغربي احرز اهداف، المنتخب المغربي لم يقدم اداء جمالي ورائع، ولكن ادى اداء تكتيكي على اعلى مستوى وصل الفريق للمباراه النهائيه. لكن ما تيجي نتكلم على الامارات بتعتمد في بعض الاحيان على العاب فرديه، بعض اللعيبه او مهاريه. اللاعب ده المهاري ما البدني بتاعه بيقل، هو قدراته البدنيه بتقل، فبالتالي هتلاقيه مش طوال ال 90 دقيقه موجود. النهارده كمان الدكه اللي موجوده عند طارق السكتيوي غير دكه الامارات خالص. الامارات عندها اصابات، عندها تراجع بدني في بعض الاحيان. اما انا قلت ان الامارات بدات بالهجوم، ده معناها ان انت بتدي مساحات من بدايه النقاط. كابتن خالد ترى لحظه احنا شفنا المباراه، المغرب جاتها 4-5 فرص سجل 3 ما ده الشطاره، ده المدرب. ما ده المدرب يا جماعه. مدرب ايه؟ عايز تكسب ولا عايز؟ احنا ما قلنا شيء، بس نفس الشيء المغربي كان واقعيا. بالظبط كده. كابتن عبد الرزاق، المنتخب المغربي كان واقعيا في مقابله اليوم، هو الهدف المرسوم ويوصل المباراه النهائيه باي طريقه. اذا سجل الهدف الاول وبعدين ركن الدفاع في انتظار اندفاع المنتخب الاماراتي. عرف شو الامارات عملت اخطاء، مساحات الامارات عملت اخطاء، المدرب عمل اخطاء، ظروف المباراه كده. المدرب المهزوم لازم يزيد. الامارات تفتقد لاعب جماعي، الامارات تفتقد لاعب جماعي وتعتمد على الفرديات. الفرديات دفاعيا المنتخب المغربي في هجوميا، نتكلم على الهجوم. هجوميا الامارات تفتقد الشكل الجماعي. صحيح. انا بقول شيء، انا تفتقد شنو بعد؟ اذا سمحت لي راشد، اخر شيء بتركي، انا اتكلم محب للبلد ومحب للمنتخب الاماراتي. ما يصير منتخب الامارات اهم مركزين لا يوجد عند منتخب الامارات. شلون تبي تاخذ بطوله رقم 10 الكلاسيكي وراس حربه؟ صح. يعني انت تتكلم، انا قاعد اقول لك يبا لا تجيب عندنا الطلياني ولا زهير بخيت ولا فهد خميس. بس اليوم عادل 10 في العالم مو موجودين. لا خليني اقول لك شيء، ولا صح ولا لا؟ قليلين. انا اقول لك هم موجودين 10. اذا ما في 10 تقدر تعوضه ب8. يكون نفس برشلونه بدري مثلا. خيمينيز ما هو اللاعب كل لا اله الا الله. خيمينيز ما هو اللاعب اللي يوصلك للجول. انت منتخب الامارات يا اخي، انا قاعد اقول لك يا اخي لا تجيب زهير وعدنان. انت ما تقدر تجيب لاعب نفس احمد خليل وعلي مبخوت. منتخب الامارات ما عنده مهاجم، بس تجيب مدافعين يا كابتن اول. يا ابو هاشم المدرب عادل منتخب الامارات ينقص هذا المركزين. انت في المجال هذا صار لك اكثر من 40 سنه صح؟ اذا الكلام اني انا بجيب مهاجم او مو بقادر اجيب مهاجم بالسهوله اللي انت تقولها، كان كل المنتخبات عندها لاعب. شو اللي بقصد ابو تركي؟ انت عندك دوري قوي، كل العالم يشهد الدوري الاماراتي دوري قوي. عندك اتحاد، طبعا هذا الرابطه، وعندك اتحاد يشتغل ومحب للبلد، وعندك انديه على مستوى عالي. لازم يكون في مهاجم. منتخب الامارات صدقني ابو تركي، منتخب الامارات منتخب مميز، لكن لابد احنا نتناقش على الامارات. لا انا بقول لك ان المهاجم ده بقى قليل جدا في الوطن العربي. عمان بتفرج عليها ما عندهاش مهاجم. يا كابتن خالد، بحرين ما عندهاش مهاجم. كابتن خالد، اذا عمان ما عنده مهاجم، بحرين ما عنده مهاجم، مختلف. انا اتكلم على بيئه الامارات، عنده اقوى دوري، واتكلم على بيئه الامارات. المغرب ما عندهاش مهاجم. اذا كذي خلاص ما عندها لعيبه جامده جدا كاطراف وكصدقني. الامارات بحاجه الى مهاجم حقيقي، مهاجم و10. طيب. لانك انت المركزين ينقصهم منتخب الامارات. الكلام اللي دار على موضوع انه مشكله منتخب الامارات في الظهير الايمن ما موجود في المنتخب الا خالد ظهران، صح ولا؟ طيب اذا لا في علاء بس مصاب، علاء زهير وميلوني كان موقوف. طيب اذا كان منتخب بحجم منتخب الامارات في دوري الامارات ونجوم